ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مجمعه لكم شويه مشتريات كده، قلت اعملها لكم في فيديو واحد. يعني انا كنت بجيبهم على فترات، جمعتهم وقلت انزلهم في فيديو واحد، يعني بدل ما كل شويه انزل فيديو. جبت ايه حاجات بقى كده محتاجاها عشان دخلت رمضان والعيد، كل سنه وانتم طيبين. وحاجات برضو ناقصاني في الشقه ومحتاجاها وكده. اول حاجه جبتها هو السلم ده. هو نوعه اسمه كهار لاكار، اهو زي ما انتوا شايفين كده. ده ما شاء الله عليه، يعني جميل اهو، حلو قوي. يعني احنا عندنا هنا في البيت جايبينه. ما شاء الله حلو، يعني ده كان ب410 اهو. ده الطويل، يعني ده الحجم الكبير. كام سلمة؟ 1 2 3 4 5 5 سلالم هو. كان في الأكبر، يعني كان في الأكبر من الأصغر قصدي، بيبقى أقل منه. ده كان ب410. هو حجمه حلو، يعني عشان احنا السقف عندنا هنا عالي برضو اهو. نوعه جميل قوي يا بنات على فكرة، يعني انا لسه جايباه، ما جربتوش، بس هو عن تجربة عندنا احنا هنا في البيت. جايبينه في البيت هنا وبيستعملوه حلو قوي يعني. فانا قلت اجيب لي واحد بقى، بدل ما كل ما عاوزه اقعد اخد من حد وكده، وهما بنيجي في تنظيفات العيد بقى ورمضان نبقى محتاجينه في نفس الوقت يعني. اللي عنده السلم بقى بتبقى محتاجاه عشان خاطر تنظف، وانا ببقى محتاجاه عشان انظف. فحبيت ان انا اجيب لي واحد عشان خاطر ايه، يعني كل واحد بقى يعمل براحته، ما يبقاش الواحد مرخم على حد، يعني ما بتقولش حاجة بس عشان برضو الواحد ما يرخمش على حد. جبت ايه؟ جبت كمان اللي اسمها ايه، القاعدة بتاعة التلاجة. انا من يوم ما اتجوزت ما كنتش جبتها عادي، وما كنتش محتاجاها قوي يعني. بس الصيف لما بيخش بدلق مية كتير وبمسح كل شوية، مش بمسح بقى بشرشوبة ولا كده، بقعد ادلق مية واجرها بالمساحة. فجبت القاعدة دي، هي كانت ب100 جنيه اهي. فيها اللي هي الفرامل دي، اللي هي كده يعني كده هي العجلة بتلف اهي. لو لفتيها كده، عملتيها كده، بصي ازاي اهي، كده ولا كده؟ مش عارفه اعملها بايد واحده اهي كده. بصوا كده بقى العجله ما بتلفش اهي، اهي مش راضيه تلف، عشان برضو ما تقعدش تتحرك معاكي اهو. يعني حلو برضو اللي بالفرامل دي، لو قابلتك هاتيها اهو. بصوا كده اما رجعت الفرامل اهي بتلف. دي كانت ب100 جنيه، حلوه ما شاء الله يعني. عجبتني، قلت اجيبها بقى عشان امسح براحتي وادلق ميه براحتي وتنظيفات العيد وكده. جبت ايه تاني؟ جبت المضرب البيت ده من ميانتا. هو حلو قوي ما شاء الله، يعني انا جبته وجربته كمان. بس ما حبيتش اعمل فيديو بيه لوحده، فقلت اخليه كده مع تجميعة مشتريات. يعني جميل حلو قوي، ده كان ب400 جنيه. بصوا ما شاء الله جميل. حلو حلو بصراحة. هعمل لكم ريفيو عنه ان شاء الله، واجربه لكم واوريكم بيشتغل ازاي وحاجته ايه. اعمله لكم لوحده، يعني في فيديو لوحده. ده كان ب400 زي ما قلت لكم. جبت ايه تاني؟ جبت الحامل بتاع الشاشة دوت. آه بنتي كل شوية تزق الشاشة من على البوفيه، يعني اللي محطوط عليه. في اخر مرة كانت هتقع، فقلت لا، اجيب بقى حاجة اعلقها في الحيطة عشان مش هينفع كده. بصوا هو بيبقى كده، هو اكيد كله عارفه يعني، ده موجود عند ناس كتير قوي، كل اللي عنده شاشة يعني جابه دلوقتي اهو. بصوا هو بيبقى جاي ازاي اهو، الحوامل بتاعته الحديد دي كده اهي. بصوا اهي، ومعاه برضو ورقة فيها كل حاجة تركبيه ازاي وتحطيه ازاي اهو. ومعاه المسامير بقى ديت والحاجات انا مش عارفاها يعني بقى، بس اهي مش عارفة. في حاجة هنا كده فيها حاجة زي مية، مش عارفة بتاعت ايه يعني، مش عارفة. اهي والمسامير والحاجات بتاعته. ده كان ب50 جنيه اهو. ده كان ب50 جنيه. جبت قلت بقى اعلق الشاشة، وفي فكرة كده في دماغي هعملها برضو للشاشة، عشان خاطر الريسيفر والحاجة وكده. ان شاء الله هبقى اوريها لكم لما اعلقه واعمل الفكرة اللي في دماغي. هوريكم ان شاء الله بقى بقت يعني الشكل بقى عامل ازاي، الشكل النهائي. ده كده جزء من المشتريات. هحط بقى بقية الحاجة واكمل لكم الجزء التاني. انا حبيت اخلي الحاجات دي لوحدها، وحاجة المطبخ بقى لوحدها. هعمل لكم دلوقتي، هوريكم دلوقتي حاجة المطبخ بقى اللي انا جبتها للمطبخ.
وللتلاجة استعدادا برضو لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فده جزء اهو، وخليكم معايا بقى هوريكم الجزء التاني. هنا يا حبايبي الجزء التاني من المشتريات، الحاجات بقى بتاعه المطبخ اللي جبتها للمطبخ. جبت ايه؟ جبت الطواجن دي اهي. الطاجن كان عامل 7 جنيه ونص، ولما خدت منه الاربعة دول حسبهم لي ب6 جنيه الواحد اهو. بصوا شكلهم عامل ازاي، هما ما شاء الله اصلا يعني حلوين. بصوا اهو، لو انت هتعملي فيهم حاجة حلوة قوي يعني. بصوا، هو ده حجمها اهي. اهو انا ماسكاها بين ايديا عشان حجمها يبان برضو هي قد ايه. لا هي ما شاء الله حجمها حلو. كان الواحد ب6، جبت 4. ده من عند الراجل اللي هو قصاد الست اللي انا مصورة معاها فيديو جولة في سوق الحد، جايباه برضو من هناك. على القناة لو حابين تشوفوه هتلاقوا الفيديو. انا واصفة فيه العنوان بتاع الست بالظبط. هو الراجل ده فارش قدامها، عنده كل حاجة اللي هي الفخارية دي. جبت ايه كمان؟ جبت طقم المجات ده اهو. هو بيبقى 6، 3 و3، يعني 3 لوحدهم و3 لوحدهم اهو. بصوا افتح كده اوريكم شكلهم. ثانية، انا مفتحتهمش اصلا، مش عارفة، جامدين خالص اهو. اهو بصوا شكلهم ما شاء الله، يعني شكلهم جميل قوي اهي. انا كنت قايله لكم في الفيديو بتاع جوله في مطبخي ان انا مجاتي كلها اتكسرت خالص. فانا بصراحه بصوا، بحب المجات اللي هي الملمومه دي، اللي هي رفيعه. مش بحب المجات الكبيره قوي، وفي نفس الوقت بحب اللي هي حفتها رفيعه من هنا دي. مش بحب المج اللي حفته تخينه. فانا عجبني ده. هو طبعا مطرب اهو، يعني هو بس الترابه بتاعته. ده كان الستة عاملين 25 جنيه. يعني الستة، يعني الطقم 3 و3، الستة كانوا عاملين 25 جنيه اهو. بصوا هما ما شاء الله جمال، يعني شكلهم حلو قوي اهو، حلوين. اهم بقى انا هحطهم على جنب هنا. جبت ايه تاني بقى هوريكم. جبت طقم العلب ده، علب التلاجة. آه ده انا كنت شارية زيه لماما. لو كنت شفتوا المشتريات اللي هي بتاعت عيد الام كنت جايبه زيه لماما، بس عجبني قوي بصراحه. لقيت حجمه حلو، عشان خاطر انا الرفوف بتاعه التلاجة بتاعتي ضيقه خالص، مش بينفع يتحط فيها حلل. فتعبتني بصراحه، فقلت بعد كده احط الاكل كله اللي يتبقى في علب واحطه في التلاجة. هي ما شاء الله عليها جميله. انا لسه ما فتحتهاش يعني، بس انا كده كده كنت موريها لكم يعني في الفيديو بتاع مشتريات عيد الام اهو. يعني عندي علبه هم بتاعت ماما اهي. بصوا ما شاء الله، يعني حجمها كان حلو قوي اهي. كنت واخده فيها حاجات وانا جايه، فلقيت ما شاء الله يعني حجمها حلو، فعجبتني يعني. هو قفلتها حلوه. هي بصوا من الهلال والنجمه اهي، وعليها رقم 5 بي اهو اهي. فعجبتني قوي، فحبيت ان انا اجيب زيها بصراحه. ده كان الطقم عامل 45 جنيه، نفس السعر برضو اللي انا جايبه بيه لماما، يعني ما اختلفش كتير. فعجبتني بصراحة، رحت جايبة منها اهي. جبت ايه تاني هوريكم. آه، دي كان من الست اللي انا عملت معاها الجولة في سوق الحد، كان عندها ده. هي قالت لي على فكرة يا جماعة، اللي هيروح ياخد من عندها ويقول لها ان هو جاي من قناتي هتعمل له خصم حلو يعني. فروحوا لها بقى قولوا لها ان انتوا جايين من عندي هتعمل لكم خصم حلو. جبت كمان ايه؟ جبت كمان من عندها دي. دي كانت عاملة 20 جنيه، هي حسبتها لي انا ب15 جنيه. يعني هي قالت لي هي ب20، بس ليكي ولأي حد يجي من تبعك هديها له ب15 اهي. حتى واحدة واقفة بتقول لها بكام دي، قالت لها ليكي ب20، ليها هي ب15. فضايقت بصراحة الست اللي كانت واقفة. بصوا دي كانت ب15 اهي. فزي ما قلت لكم كده بقى، روحوا لها قولوا لها ان انتوا جايين من
تبع قناة حبيبتي فريدة والدلع ديدة، هي هتعمل معاكم خصم يعني حلو. هي اديتها لي ب15 بدل 20. مش بعمل لها دعاية والله، انا رحت لها كده لقيتها بتقول لي في ناس كتير جات لي من تبع القناة بتاعتك، وقالوا لي احنا ان هما جايين من عندك وكده. فقلت لها ما هو ناس كتير سألتني على العنوان في الكومنتات وانا رديت عليها، فهي اتبسطت يعني ان ما شاء الله يعني الناس راحت لها كتير من تبعي. فانا بقول لكم بس والله عادي، عندها حاجات حلوة قوي يعني. لو شفتوا الفيديو بتاع جولة في سوق الحد هتعرفوا ان هي عندها فعلا حاجات جميلة من غير ما انا مشكر فيها يعني. جبت كمان دول اهم، بصوا هما ما شاء الله شكلهم حلو قوي، الوانهم حلوة. دول كانوا ب3 ب10. بصوا الوانات جميلة قوي، وكان في الوان تاني برضو. بصوا شكلهم حلوين قوي قوي يعني، عجبوني قوي. بصوا كيوت كده. دول كانوا ب3 ب10. جبت ايه تاني هوريكم. جبت دول تاني برضو من عندها اهو، عليهم الوطنية اهو. دول المنظمات بتاعت التلاجة. هي الكاميرا مش جايباها كلها كمان يعني، بس هو ما شاء الله كبير كبير. ان شاء الله ابقى اوريهولكم في اما اظبط المطبخ والتلاجة وكده، هوريكم انا هستعمله في ايه واحط فيه ايه. بصوا ما شاء الله كبير يعني، مش يعني الكاميرا مش جايباه كله. بصوا كبير وغويط وحجمه كبير اهو. ده كان الواحد عامل 15 جنيه، فطبعا سعره حلو قوي قوي يعني عندها. بصوا اهو الوطنية والله اهو، سعره جميل قوي. فانا استغربت الاسعار بصراحة. شفتوا يعني ان هي اصلا اسعارها جميلة من غير ما اشكر فيها، اصلا اسعارها جميلة وهو سعره كده يعني، هي مش مقللة لي فيه ولا حاجة يعني. اي حد لو راح عادي هيشتريها ياخده ب15 جنيه برضو يعني. جبت ايه كمان، جبت المنظمين دول اهم. انا كنت جايبة واحد فعجبني بصراحة. حطيت فيه الريموتات بتاعت الشاشة والريسيفر، بحط فيه الموبايل من هنا، بحط فيه برضو اي حاجة من هنا. بصوا فعجبني قوي، فجبت 2 اهو. ده كان الواحد عامل 7 جنيه ونص اهو. بصوا بصوا خرشد اهو، خرشد للبلاستيك يعني، مش اي ماركة وخلاص يعني، برضو ماركته حلوة اهو. الاتنين دول كانوا ب15 برضو، ما شاء الله عليهم جمال. بس ما كانش فيه غير اللونين دول بقى اللي موجودين بس. جبت ايه كمان، جبت المنظمات دي اللي هي المنظمات الرفيعة دي بتاعت التلاجة اهي، كلكم عارفينها. يعني مش عارفة الكاميرا بس مش جايبة كله، انا مش عارفة اطلعه اهو. بصوا ده اللي هو المنظم الرفيع دوت، كان ب10 جنيه برضو، سعره برضو يعني تحفة. انا كنت رايحة له رنين مخصوص المرة دي، هو جبته يعني مش من رنين اهو، مش لازم اروح لغاية رنين يعني. للي شاف الفيديو بتاع مشتريات رنين، انا كنت جايباه من هناك ب10 جنيه، وهو برضو النهاردة جايباه ب10 جنيه من سوق الحد اهو. بصوا الواناته، بصوا الوان جميلة قوي. في الوانات تاني يعني، كان في الوانات كتير برضو. هنظم بيه برضو حاجات كتير قوي، هبقى اوريها لكم واوريكم يعني نظمت فيه ازاي. ايه كمان، جبت ال3 دول. بصوا الفلاش ضارب فيهم مخلي الوانهم مش باينه قوي، بس هم ما شاء الله بصوا الواناتهم جميله وخاماتهم تقيله قوي يعني حلوه. بصوا اهو، هما برضو عليهم رقم 5، مش عارفه واضح ولا لا اهو. عليهم رقم 5 برضو اهو. بيخشوا الميكروويف وبيخشوا غسالة الأطباق. دول كانوا ال3 ب10 جنيه. جبتهم هينفعوا برضو في رمضان لولادي، أنا ولادي 3، فبرضو إن أنا أحط لهم فيه رز بلبن، مهلبية، قمر الدين، أي حاجة من الحاجات ديت. برضو مخللات، حاجات كده على الفطار وعلى السحور، فحلوين عجبوني قوي يعني بصراحة. انا عندي بلاستيكات كتيره جدا، بس ما اعرفش، مدمنه بلاستيكات يعني، مدمنه شراء ومدمنه بلاستيكات يعني. بعشق البلاستيكات وبعشق حاجه المطبخ. وبصوا مجنونه شراء بصراحه يعني اهو. دول كانوا 3 ب10 جنيه، الوانهم جميله، وكان في الوان كمان كتيره جدا تحتاري ما بينها. جبت ايه كمان، جبت ال3 دول، 3 اطباق دول برضو كانوا ب3 ب10. بصوا دول غواط، انا عندي احجام كتيره قوي بس ما عنديش الغواط دول
يعني عندي احجام كتيرة قوي، بس والغواط عندي صغيرين يعني صغننين على قد طفل كده واحد بس. فحبيت ان انا اجيب دول. بصوا بصوا غواط ازاي اهو، بصوا عاملين اهو غواط خالص. دول برضو كانوا 3 ب10. كان في الوانات كتيرة قوي، بس انا بصراحة عندي الوانات كتيرة، انا اصلا عندي يعني الوان كتيرة قوي، فحبيت اللون ده، هو ده الوحيد اللي مش عندي. اهو برضو رقم 5 BB اهو. بصوا ما شاء الله يعني خامتهم تحفة، حلوين قوي، جامدين. عجبوني برضو، قلت ايه اجيبهم. لونهم حلو، لونهم حلو قوي يعني. الفلاش بصراحة بيبقى ظالم الحاجات في التصوير، بس هما لونهم جميل قوي، السيلفر الحلو ده، ف حلوين يعني. جبت ايه كمان، جبت الفرش دي لزوم التنظيف بقى، عشان خاطر تنظيفات رمضان وكده، وبرضه هينفعوني في حاجات كتير. انا كنت بنضف على طول بفرشة السنان، يعني بيبقى عندي فرشة سنان مخليها للتنظيف، بس بيبقى حجمها صغير، فطبعا دي حجمها اكبر، ودي سنونها اخشن، يعني دي سنونها خشنة عن التانية، لان التانية انا بجيبها اللي هي السوفت، عشان ما تعملش يعني تخليش السنان تجيب دم وكده، تبقى رقيقة على السنان، فما كانتش بتنضف معايا قوي. انما دي بصوا خشنة اهي، سامعين الصوت اهي. دي كانوا ال3 دول ب7.5 ولا ب10، لا تقريبا كانوا يعني ب7.5 يا ب10 اهم. وليهم مكان عشان لو حابة تعلقيهم منهم اهم. 3 ألوان دول مع بعض، هما كانوا يا ب7.5 يا ب10. جبت ايه كمان، جبت الماسك السيليكون ده اهو. انا عندي واحد اصلا، هو عجبني يعني بينفعني بصراحة، فقلت لا اجيب واحد كمان، لان ساعات وانا بشيل الحلة ببقى عايزة امسك من الناحيتين، فمش عندي غير واحد بس، قلت لا اجيب واحد كمان عشان امسك من الناحيتين، فعجبني. هو بصوا لكل اللي عايز يشتريه مهما تجيبيه، يعني انا بجيبه النوع الغالي ده ب10 جنيه ماشي. في ب7.5 وفي ب5، انا بجيب اغلى واحد بلاقيه، يعني برضو لما جبت التاني جبت اغلى واحد موجود ما بينهم، فده كان الغالي ما بينهم. انت ممكن تشوفي ان ب10 مش غالي ولا حاجة، بس يعني اقصد اغلى واحد في الموجودين. بس برضو يعني مش عايز تفضلي ماسكة بيه فترة طويلة، لانه برضو بيوصل السخونية. يعني بصوا من هنا كده دايما، يعني مش الصباع ده، الصباع ده بحسه سميك شوية عن هنا، بس دايما الحتة دي كده بتبقى خفيفة شوية، لما تيجي تمسكي مدة طويلة بتوصل السخونية برضو. ف بس هو حلو، حلو وعملي جدا والله. يعني انت لو هتشيلي بيه الحلل كده على طول، وحابه كده تنقليهم هنا، تصفي مكرونه، تمسكي حاجه، تصفي شوربه، هو حلو. انما ان انت تفضلي ماسكه مده، وانا عندي التاني، بصوا هوريكم اللي عندي اهو. بصوا عمل ازاي من هنا، عشان خاطر لما بمسك مثلا حاجه قريبه قوي من النار، يعني مش بمسك الحله بقى من فوق بس، لا كمان بمسك طبق مثلا بعمل فيه بيض، بعمل فيه حاجه، بيبقى قريب قوي من النار. فبصوا هو يعني دي مش متوسخ، دي مكان النار اهي. فحاولي وانتي بتمسكي بيه تبقي بعد ايدك عن النار، لان انا ما خدتش بالي الا بعد ما باظ كده، بس برضو عادي بمسك بيه، مش مؤثر في حاجه، هو مؤثر في الشكل بس. بس انت لما تمسكي حاولي ايدك تبقى بعيده عن النار، عشان يفضل ان هو شكله حلو. انما هو بصراحه هو حلو وعملي، يعني جميل، عشان كده انا جبت واحد كمان عشان ابقى ماسكه بالاتنين. جبت ايه كمان، جبت المشابك دي. انا عندي منشرين، يعني عندي شباكين فيهم منشرين، فلما باجي انشر في الاتنين بتبقى طبعا المشابك قليله، يعني انا عندي مشابك كتير بس طبعا بتقع وبتتكسر، وتعرفين المشابك ما بتقعدش. فحبيت ان انا اجيب مشابك خشب برضو زي اللي عندي، ما لقيتش نوع حلو خالص، يعني ما لقيتش نوع حلو زي اللي عندي، فقلت اجيب بقى ديت اجربها. انا مش عارفه نوعها حلو ولا وحش ولا ايه، يعني لو حد جربها بقى وكده يقول لي بقى في الكومنتات، عشان هي لو لقيتها حلوة هجيب منها تاني، لان بصراحة دول ب10 جنيه. يعني بصوا 2 4 6 و6 12 و12 24 مشبك ب10 جنيه، فطبعا يا بلاش يعني، حلوين قوي. فاللي جربهم بقى في الكومنتات كده يكتب لي يقول لي حلوين وعمليين ولا لأ، عشان قبل ما اجيب منهم تاني. جبت ايه كمان، جبت الفوط ديت للمطبخ اهي. بصوا
ديت جبتها للمطبخ، هي حجمها اهو اهو. بصوا يعني كده انا مطبقاها 2 اهو، ده حجمها يعني شبرين وشوية، شبرين ونص مثلا اهو. وهنا برضو شبرين ونص، هي مربعة. جبتها برضو عشان اصفي عليها المواعين او انشف بيها حاجة اهي. وجبت التانية بتاعتها دي، يعني عجبتني الوان ديت وعجبتني الوان ديت، فحبيت ان انا اغير، اجيب واحدة مخططة كده واجيب واحدة من اللي هي المربعات دي. آه، لقيت يعني الالوان بتاعتها شدتني بصراحة، لقيت الوانها حلوة. انا بقول لكم الفلاش مش ظاهر الوان الحاجة خالص، يعني الالوان الحاجة يعني ده مثلا زيتي، مش عارفة الظاهر هنا ليه اللون ده، هو لونه مش واضح خالص اصلا. الالوانات مختلفة خالص، ده بطيخي مش عارفة طالع لونه غريب اهو. بصوا الوانات، واللون ده الكشمير او موف مدي على الكشمير شويه، مش عارفه الكاميرا، ولو طفيت الفلاش طبعا مش هتشوفه كويس. فهم بصراحه عجبوني، شكلهم حلو قوي وغامقين، يعني عشان المطبخ برضو يعني الحاجات الفاتحه بتتبهدل بسرعه وبتتوسخ بسرعه، فحبيت دول. جبت ايه كمان، جبت ده، دي فوطه كده كبيره، بس ديت مش للتنشيف، انا ديت قلت برضو هصفي عليها حاجه او اغطي بيها الغسالة، او لما اجي اصور مثلا وصفة او اصور حاجة يبقى لونها فاتح كده وتبقى حلوة تحت الحاجة اهي. دي حجمها كبير قوي، دي كبيرة كبيرة، يعني دي طول دي مقاس الفوطة العادية، الفوطة العادية اللي بنشف بيها وشنا، دي مقاسها. بس دي مش قطن قوي زي دول، يعني دول قطن دول قطن خالص مفهومش بلاستر، انما ديت فيها نسبة بسيطة يعني. فهي دي بقى كانت مشترياتي للنهارده. في حاجة تاني؟ لا كده مفيش حاجة تاني. دي كانت مشترياتي للنهاردة، يا رب تعجبكم وتكونوا استفدتوا منها، وتكونوا عرفتوا الأسعار، وتكونوا عرفتوا الحاجات اللي أنا مثلا مجرباها قلت لكم هي حلوة ولا لأ. وقلت لكم برضو معلومات كتير تفيدكم. وقلت لكم الاماكن اللي تجيبوا منها، يعني انا جايبه من سوق الحد وعامله جوله في سوق الحد في فيديو عندي على القناه، اللي عايز يعرف العنوان بالتفصيل، لو انتوا عايزين تعرفوا تروحوا ازاي هناك بالتفصيل، كل حاجه هتلاقوها هناك. زي ما بيقولوا ايه، من الابره للصاروخ، كل جهاز عروسه، كل الهدوم، كل اي حاجه تخص بيتك وتخص شقتك هتلاقيها هناك. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك، اللايك دوت بيرفع الفيديو عشان خاطر حمزة بيقول لايك وشير وسبسكرايب عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد منه. ويا ريت تشيري الفيديو لصاحبتك ولاخواتك ما تزعلوش مني ليه، هما مش زعلانين منك يا حمزة، حمزة بيقول لكم يا ريت ما تزعلوش مني، مش عارفة على ايه يعني. طب ثواني بقى يا حمزة، شيروا الفيديو، شيروه على قد ما تقدروا، الواتس، ماسنجر، بصوا يعني حاولوا تشيروا الفيديو عشان اكبر ناس تستفيد. ولو انت لسه جديدة معايا في القناة ما اشتركتيش واول مرة تشوفي قناتي، يا ريت تدوسي على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو او السبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان خاطر اي حاجة جديدة اعملها توصلك. وبحبكم، مع السلامة حبايبي.